كان يا مكان في قديم الزمان نملة صغيرة تدعى نونو. كانت نونو تعيش في مستعمرة نمل كبيرة تسكن تحت الأرض في حديقة واسعة. كانت نونو نشيطة وتحب العمل، ولكنها كانت تصرخ كثيراً بسبب نشاطها الزائد الذي يزعج الآخرين. ذات يوم قررت نونو الخروج في جولة صغيرة لتستكشف الحديقة بنفسها. خلال جولتها رأت نونو شيئاً لم تره من قبل. كان هناك عملاق جالس على حافة البركة يرتدي ثوباً أبيض ناصع. كان هذا العملاق هو الملك سليمان الحكيم المعروف بقوته وسيطرته على الحيوانات والطبيعة. لكن نونو لم تكن تعرف من هو هذا الشخص الكبير الواقف. قررت نونو أن تعود إلى المستعمرة وتخبر الجميع عن العملاق الغريب. ركضت بسرعة وهي تصرخ: عملاق! عملاق! هرع الجميع إلى الخارج ليروا ما تتحدث عنه نونو. عندما شاهد النمل الملك سليمان جالساً، ضحك وقال: يا نونو، ليس من الذكاء أن تصرخي هكذا. هذا ليس عملاق مخيف، إنه ملكاً حكيماً. لكن نونو أجابت بصوت تحد: إن كان ملكاً فليقدم البرهان على حكمته ويشرح لنا لماذا الشمس تشرق من الشرق وتأخذ جولة في السماء. ابتسم سليمان وقال: يا نونو الصغيرة، هذه حكمة الله، والشمس تأخذ رحلتها بأمره لكل ما هو حي في هذا العالم. فوجئت نونو بإجابته البسيطة وهدأت لأول مرة. منذ ذلك اليوم تعلمت نونو درسين مهمين: القوة لا تعني الصوت العالي، وأحياناً يحتاج المرء للاستماع قبل التسرع في الحكم. وعاشت نونو تجسد الحكمة والشجاعة في مقابلة نفوسها المحمومة حتى أصبحت مستشارة لدى الملك سليمان بنفسه. وفي كل مرة كان النمل يواجه مشكلة، كانوا يلجؤون إلى نونو للحصول على نصيحتها. وبهذا أصبحت نونو رمزاً للشجاعة والحكمة في عالم النمل.